اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده ممكن ما يكونش منظم الى اكبر حد، وممكن ما يكونش المونتاج بتاعه قوي، بس انا بتكلم من قلبي. انا ولا كاتب سكريبت ولا كاتب اي حاجه من اللي انا بقولها قدامك دلوقتي. يعني طول الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده كله كلام من دماغي دلوقتي حالا. والفتره دي انا بحاول اتعلم فيها المونتاج عشان اعرف اطلع لكم حاجه بروفيشنال. السنه اللي فاتت زي دلوقتي فتحت نفس الكاميرا دي، بس للاسف اتكسفت اعمل اول فيديو ليا على السوشيال ميديا. بيمر عليا وقت كتير قوي وانا بكتب حاجات على النوتس بتاعت التليفون بتاعتي عشان اطلع اتكلم عنها، وما كنتش بقدر اعمل ده. كان في دايما حاجه بتوقفني، بس اللي انا اكتشفته ربنا مش هيحط حاجه في دماغك الا وانت تقدر تعملها، وده بسبب الخوف من الكاميرا. وبعد فتره قررت ان انا اعمل فويس اوفر واصور حاجات واعلق عليها، وفعلا نجحت لان انا عملتها بحب. انا جاي اقول لك دلوقتي الحاجه اللي انت خايف تعملها ابدأ فيها، حتى لو انت مش قدها، حتى لو انت حاسس ان انت مش قدها. الفرق بينك وبين اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ان هو بدأ. الكلام ده في اي مجال، سوشيال ميديا او اي حاجه. السنه اللي فاتت عدت عليا حلوها ومرها، وكان كرم ربنا كبير قوي عليا. انا كنت من احد منظمي 15 رمضان، ده اكبر فطار في مصر وفي العالم يعتبر. من كرم ربنا ان فيديوهاتي حققت ملايين المشاهده، وانا اخترت اللوكيشن ده، المكان ده هو اللي بدأ فيه، هو وبيت كل واحد مننا. احنا كمجموعه كلنا بفضل الله دخلنا بيوت بعض، وفي بينا عيش وملح. احنا مجموعه شباب مولوده في منطقه شعبيه. ما تاخدش فكره عن المنطقه الشعبيه ان هي فيها حاجات وحشه بس. المنطقه الشعبيه فيها الحلو والوحش، والمنطقه الراقيه فيها الحلو والوحش. الصفحه دي خاصه بمصعب رضوان، وبتكلم فيها عن احسن تجربه عدت عليا انا شخصيا وعدت على كل اللي حواليا. هتكلم عن تجربه 15 رمضان، وهتكلم عن حياتنا، ولو عايزين كمان هتكلم عن روتين الحياه في المناطق الشعبيه. القناه دي هتبقى سبب من تغييري وتغيير ناس كتير قوي للاحسن. مش انت بس اللي محتاج تتغير، وبعمل الفيديوهات دي عشان انا كمان اتغير. ما تاخدش معايا الموضوع جد قوي عشان خاطر انا اتفه من كده. ممكن تطرحوا اسئله نسالها لبعض من الاشخاص اللي موجوده او الشباب الكبيره. لازم تعرفوا ان احنا متجمعين في كل حاجه، سواء حلوه او وحشه. اوعى تفتكر ان المجموعه دي كلها الصوره اللي بتحصل واللي انت بتشوفها والجمال اللي بتشوفه ما فيهاش مشاكل. كل حاجه فيها مشاكل، بس الخلافات بتتحل في اول مشكله او اول وقعه. بمعنى ان لو انا وانت مع اول ظرف وحش بيحصل لي نرجع نتكلم. الفطار اللي بيحصل في المطريه هو مش اول حاجه احنا عملناها، اتعمل قبله كتير، بس دي اول حاجه الناس شافتها. الصفحه دي انا بنقل فيها تجربتي الشخصيه، وهتفضل مستمره في رمضان او غير رمضان. وكرم من ربنا عليا ان انا نجحت في التيك توك ونجحت في الانستجرام. اول ما تنجح هتلاقي ناس كتير قوي انت فاكر ان هم اول ناس هيبقوا واقفين جنبك، دول اول ناس هيخذلوك. اول ما الكل يعترف بنجاحك هتلاقي الناس اللي خذلوك بيحاولوا يبقوا معاك. مش دايما كنت ماشي على المسار الصح، مفيش حد ما بيغلطش. السوشيال ميديا هي وسيله بس مش اصيله، فلازم تكون عارف ان انت لازم تفيد بقى اللي حواليك. طول ما انت بتحاول ترضي ربنا، طول ما يفرقش معاك الناس. ده اول فيديو ليا، الفيديو ده هيبقى بجد شويه، ما تفتكروش ان انا تافه بس. الفيديوهات الجايه هيبقى فيها تحديات كتير، وزي ما كل حاجه فيها الحلو والوحش، السوشيال ميديا برضو فيها الحلو والوحش، فاحنا هنحاول ناخد منها الحلو. الحلو اللي ضافته لي، انا ما كانش في دماغي السوشيال ميديا، بس حسيت ان انا مبسوط اني بتكلم على الحاجه المؤثره في حياتي. وللاسف انا ما عنديش الامكانيات كلها عشان ابدا صناعه محتوى. قالوا لازم تجيب تليفون عشان التصوير اهم حاجه. بعد ما اشتريت التليفون ودخلت على فيديوهات صناعه المحتوى، لقيت الفيديوهات بتقول ان المايك اهم حاجه في صناعه المحتوى. رحت اشتريت مايك، قالوا لي هات DJI هيفيدك في صناعه المحتوى. رحت جبت الموبايل 6 اللي انا عامله الترايبود دلوقتي، مع اني كنت ممكن اروح اجيب ستاند من العتبه ب 120 جنيه، بس انا رحت اشتريت ده ب 8000 جنيه، وفي الاخر عامله ستاند ب 120 وما فادنيش باي حاجه. مع العلم ان انا محتاج دلوقتي لابتوب عشان خاطر اعرف اعمل مونتاج، ومحتاج كاميرا عشان خاطر اعرف اصور، لان انا دلوقتي بصور بكاميرا التليفون، لان انا سالف اللابتوب بتاع اخويا وهو ذليلني عشان خاطر يدهوني. وتقدروا تسالوا على اي حاجه في الكومنتات. حاسس ان كلامي كويس بس مش منتظم، يطلع عشان خاطر المونتاج بتاع الفيديو ده. ورساله لاحمد طاطس اللي ما رضيش يديني الماء، هتيجي وهتجري ورايا عشان خاطر تعمل لي مونتاج على فيديو واحد وانا مش هنقولها لا. حاتم اخويا بقى لي اسبوع اتحايل عليه عشان خاطر يديني الاستابلايزر بتاعه واللابتوب بتاعه، في الاخر اداهم لي بالعافيه. الوحيد اللي وقف معايا الواد حنانه صاحبي، جه نضف لي الحاجات بتاعه الاضاءه هنا، الاضاءه اللي زي الخرا اللي انتم شايفينها دي، والصراحه هو بيحاول يساعدني في اي حاجه، مقتنع او مش مقتنع بس هو بيحاول يساعدني. هو عايز نعمل اللي انا عايزه وخلاص. وجاب ابنه حتى، الواد اللي ما بيحبناش ده جابه يساعدني.
ما تنسوش تعملوا لي فولو على كل المنصات، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. انا مش عارف، انا يوم ما قررت اخش اليوتيوب نزل قرار على اليوتيوب ان هو يبقى بالمصري. مش عارف الواحد مش عارف الواحد مش مكتوب عليه يمسك فلوس ولا ايه؟ مش عارف. محدش يشتري الاستابلايزر بتاعي ده ويديني مكانه اوزمو 3 مثلا ولا حاجه. مش عارف اصلا هنقل الفيديو ده ازاي على اللابتوب. حتى برنامج بقى باعلانات، كله اعلانات، كله اعلانات زي الخرا. خلاص مفيش تفاهه تاني. او في شويه تفاهه، ممكن يديكوا شويه تفاهه كده حلوه. اصلا انا مش عارفها. انا للاسف مش عارف اعمل فيديوهات جد. بس نفسي اقدم محتوى مفيد ومضحك في نفس الوقت. هو من الناس اللي حبيتها في المجال ده يوسف القط. حبيت المحتوى لاني انا على المستوى الشخصي بضحك وبستفيد. انا متاكد مليون المية ان اول يوم غير اخر يوم، او اول يوم غير اليوم الخامس غير اليوم العاشر. يعني انا دلوقتي ممكن اكون بتهتي بسكت كتير، بس ده ما بيبانش لان انا هقطع كل ده في المونتاج. بس انا عارف ان انا بعد كده انا مش هحتاج ان انا ارتب كلام او اي حاجه. انا عارف ان الكلام اللي هقوله هيبقى احسن كلام في الدنيا. الموضوع محتاج شويه وقت، الموضوع محتاج شويه صبر، الموضوع محتاج شويه ثقه. ما ترجعش عن الطريق اللي انت ماشي فيه. لو كان صح اوعى ترجع عنه. سبب من الاسباب اللي خلاني ابعد شويه عن التفاهه، مع ان انا بحب، يعني انا اصلا من زمان بصور، او من زمان بصور اي حاجه. من سبب من الاسباب اللي خلاني ابعد شويه عن التفاهه، بس ما تقولوش لحد يعني. فلما باجي اعمل حاجه تافهه كنت بقعد اقول لنفسي طب هو انا لو عملت حاجه تافهه الناس دي لو شافتها والحاجه دي نجحت الناس دي شافتها هتتعامل معايا ازاي بعد كده؟ هل هتعرف تتعامل معايا كاني واحد محترم جاي اعمل شغل، ولا هتتعامل معايا كاني واحد مهزأ؟ اول ما بدات في الريلز كان مفيش فيديو بيعدي الدقيقه ونص. انا كنت فاكر ان الفيديو اكتر حاجه دقيقه ونص على انستجرام. بعد كده اكتشفت ان الفيديوهات عادي بتعدي يعني اخرها 3 دقايق. ومكنتش بعمل مونتاج لكل ده، كنت اخر الفيديو الوحيد اللي بصوره 5 ثواني. دلوقتي انا هعمل فيديو مونتاج لاكتر من ساعه عشان خاطر اطلع لكم بس حوالي 10 دقايق او 15 دقيقه، واطلع على الانستجرام او التيك توك حوالي 10 دقايق ولا حاجه. مش عارف هنزله على الفيسبوك ولا لا، بس بيقول لك الفيسبوك بيجيب فلوس. اي حد بينجح في حاجه لازم في الاول تشوفه بني ادم تقيل. انا عارف ان انا عشان انجح هنا هتشوفني دلوقتي بني ادم تقيل على قلبك، بس بعد كده هبقى من المفضلين ليك. انا عارف، او انا او انتي. وبرضه عشان خاطر القناه دي هينزل عليها فيديو بيني وبينكم يعني بصراحه كده. انا اخويا عنده اكاديميه، قلت له لا انا اجي اعمل عندك فيديو. الفيديو ده انا سارقه من محمد عدنان وواحد اسمه تقريبا عمر حاجه، واحد سعودي كده. وممكن اعمل لكم بودكاستات هنا في المكان اللي ورا ده، اعمل لكم بودكاستات. انا حاسس ان انا بقيت اتطور، والله العظيم حاسس ان انا بقيت اتطور في الفيديو ده. انا ما كنتش اقدر اقعد اقف القفه دي قدامك على فكره. ايوه الكاميرا، بتكلم على الكاميرا مش انت اللي بتتفرج عليا. ما كنتش اقدر اقف الوقفه دي قدام الكاميرا، ولا اقعد القعده دي قدام الكاميرا، ولا اقدر اتكلم حتى نص كلمه. انا اقسم بالله اتطورت. ساعات سنه بس اتطورت من غير تمرين. افتح الفيديو انا اصلا بحس ان انا بايخ قوي قدام الفيديو. عشان كده عملت فويس اوفر، بقيت اصور ناس واعلق عليها. انا اتغيرت والله. سبب من الاسباب اللي خلتني اخش السوشيال ميديا هو اني كنت عايز اتكلم عن اخواتنا في فلسطين. حتى في الفيديوهات بتاعتي الاوليه كنت باجي اخر 5 ثواني اقول ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. الموضوع بتاع اخواتنا ده هو كان تغيير 360 درجه ولا 180، 360 درجه او 180 درجه في حياتي. انا مش من الناس اللي مؤمنه ان احنا عايزين نحرر فلسطين عشان الناس بتموت. انا من الناس اللي مؤمنه ان دي القضيه بتاعتنا، وان ارض فلسطين مش ارض للشعب الفلسطيني، هي ارض لكل المسلمين. كفايه كده عليا، كفايه كده. مم. وما تنسوش الفولو والسبسكرايب على كل المنصات. وحاجه تانية، كومنتاتكم واسئلتكم هتبقى هي المحتوى بتاع الفتره الجايه. ما تكسلش ان انت تعمل كومنت، عشان خاطر ده اللي هكتب بيه المحتوى الفتره الجايه. سواء حاجه انتوا عايزين تستفسروا عليها، او حاجه انتوا عايزين تسالوا عليها، او حاجه او اي حاجه